طيب خليك معايا. أظن من حقنا نعرف على الأقل اسمك الحقيقي إيه؟ ده آخر مشهد صوره صلاح ذو الفقار في حياته، وفي القط اللي بعده جابوا حد قلد صوته وما ظهرش في الكادر. مصطفى أنت أكيد مجنون. وللأسف بيضطروا يعملوا مشهد الفينال من غيره. ده فيلم كلاشينكوف. سعادتك مفيش امر تكليف بحراسه المذيعه هند الراوي يا فندم، وبالبحث عن اسم المدعو خالد دياب لم يعثر على اسمه في ملفات شرطه سعادتك. ماشي يا اسماعيل. وده أحمد عز. اسمع تاني معايا كده. سعادتك مفيش امر تكليف بحراسه المذيعه هند الراوي يا فندم، وبالبحث عن اسم المدعو خالد دياب لم يعثر على اسمه في ملفات شرطه سعادتك. ماشي يا اسماعيل. ده فيلم الوعد. الفنان أحمد فؤاد سليم هو اللي قام بالأداء الصوتي بتاع الفنان غسان مسعود طول الفيلم، عشان كان عنده مشكلة في إتقان اللكنة المصرية. أنا مش مجرم يا ابني، أنا مش مجرم، أنا بشغل عقلي اللي كان بيفكر من رتبة الملازم لغاية رتبة اللواء. العسكري خلاص خلصت مهمته. بص، هو أنا في الخلية في حاجة ما فهمتهاش. هو محمد ممدوح كان اسمه إيه؟ تعالى يا موح. انت فين يا محمد؟ اركب يا صابر. كده إيه اللي أنت نيلته ده؟ تعالى يا صابر. انت بتضحك على ايه يا محمد؟ بقول لك يا صابر، يا صابر انا مش خريج اداب وهيهددك. ورحمه ابويا ما هسيبها. هو الفيلم في السينما مكروه أنتوني هوبكنز. أنتون شكور صوته بس يهزك. I need you to step out of the car, sir. Will you hold still, please, sir? وتوبن بيل جيكسو يعني. Hello everyone. Tobin Bell here. عشان كده النهارده انا جاي اتكلم على محمد رجب. محمد رجب مش ده صحيح يا مالك، أنت ليه ما بتكتبيش عن الميكرو في اللي هي؟ ولا ده. ليه بتفرجك على القشان؟ الناس هنا شكلهم صارفين بجد. ايوه هو ده. ده محمد رجب اللي انا اقصده. محمد رجب فيلن ما جاش زيه. حرامية في KG 2 رجب كان تقريبا ده تاني فيلم ليه. بص هو بيرخم ازاي. بالكامل عشان أيد، واسم طويل لكن ممكن تأيد حسن زكي. تشتغل ايه بقى يا ابو علي؟ عشان ايد. استيراد وتصدير. تستورد ايه بقى وتصدر ايه؟ بصدر الطرش. بص هو الفكرة في ايه؟ الخامة دي قليلة عندنا في السينما. هو على الورق مكتوب فيلن بس تحبه. هنا مثلا خد عز في ظهره وسنطره. بنت خالتك، بنت عمتك، تظبيط قرايب، كل ده ما يهمنيش. اللي يهمني في الموضوع ده من ضمن الحاجات اللي بتميز محمد رجب الصوت. صوت محمد رجب مميز جدا، والممثل بيبقى محتاج تون صوته تبقى مميزة. وفي ناس كتير قوي من الممثلين راحوا اشتغلوا على حتة الصوت دي، ومنهم احمد عز ومنهم محمد ممدوح ومنهم خالد الصاوي. فربنا مدي لمحمد رجب الصوت ميزة، عشان كده الاداء بيطلع كده. بينه وبين صاحب خفت الموضوع لا يكبر ويتهور، قلت انزل اخد المسدس لان انا عارف بابا كويس. لما يتهور ممكن يعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ كان ممكن يأذيها. كان ممكن يأذيها. مرعب. ربنا يحرسك يا ابني. بصراحة خفت على سمعة المرحوم. ولو ما تكلمش خالص. يا باشا انا تمام، انا معاك، هديك اللي انت عايزه برضو من الشوط. المشهد ده كواليس مسلسل، مفيش تصوير. ركز معايا كده.